السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري، كشري العيلة. ودلوقتي بقى معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، معايا ربع كيلو من العدس بجبة، طبعا أنا غسلاه وسلقاه. ومعايا بصلتين كبار كده مقطعهم حلقات، ومعايا نص كيلو من الرز، ومعايا نص كيلو من المكرونة الاسباجيتي، ونص كيلو من المكرونه، اي نوع مكرونه صغير، اللي هي بقى الخواتم او المعوجه، اي نوع مكرونه مع المكرونه اللي هي الاسباجيتي. طبعا زي ما قلت لكم الاول، انا غسلت العدس وسلقته وركنته وخليت ميته عشان اعمل به الرز. ودلوقتي كده علقت على الحله اللي هسلق فيها المكرونه. وطبعا انا بسلق النوعين بتوع المكرونه مع بعض يعني. ودلوقتي بقى معايا البصله اهيت بحمرها. طبعا البصله انا مقطعاها حلقات وحاطه عليها معلقه من النشا، علشان النشا بتدي للبصل كده قرمشه وبتخليها حلو. وحطيت طبعا في الميه بتاعت المكرونه معلقه من الملح، وهسيبها بقى تغلي. وعلى ما تغلي كده الميه بتاعت المكرونه، يكون انا حمرت البصل معانا. وعايزه اقول لكم بقى ان الزيت اللي انا بحمر فيه البصل ده اللي انا هاخد فيه اللي هستعمله في الوصفه كلها. يعني هستعمله في الرز، وهستعمله في المكرونه وفي الصلصه. دلوقتي كده معايا البصل خلاص اتحمر اهوت، وطلع بقى كده مقرمش وجميل. طبعا كلنا بنحب الكشري، وعارفين يعني ان الكشري المصري ده اكله مفضله عند المصريين كلهم، واكله جميله جدا وطعمه وبسيطه ومش مكلفه، وفي ثانيه كده تعمليها وانت واقفه. دلوقتي كده انا حمرت البصل، ودلوقتي خدت بقى من الزيت اللي كنت محمره فيه البصل، هحمر فيه الشعريه، وهنعمل بقى الرز بتاعنا. طبعا لو انتوا بقى وصلتوا لحد كده، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، واللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي. وكومنت منكم حلو كده يشجعني. وطبعا بشكر كل متابعيني الجداد، وبقول لهم ربنا يخليكم ليا، ما نحرمش منكم ولا من دعمكم ولا من كلامكم الحلو. ويا ريت كده تدعموني يا جماعه، وتقفوا جنب مني وتكتبوا لي كومنتات كده تشجعني. الكومنتات برضو بتفرق وبتشجع، وربنا يخليكم ليا يا رب. دلوقتي بقى انا بعد ما حمرت الشعريه، نزلت بقى بنص كيلو من الرز، وحطيت عليها بقى الميه اللي هي بتاعت العدس. طبعا بتفرق كده في اللون، بتخليه اللون بتاعه لون بني كده، وبتديله طعم حلو، وفي نفس الوقت مغذيه يعني. ميه العدس دي مغذيه وحلوه. وهظبط بقى الملح بتاعه، وهحط بقى عليه يعني العيد بتاعه، ازود بقى ميته كده واظبطه، وهسيبه بقى يتشرب مع نفسه. وهنروح للمكرونه بتاعتنا. زي ما قلت لكم كده، في ثانيه وانتوا واقفين يعني. تحطي عين عليها الرز، وعين عليها المكرونه، وعين عليها الصلصه. يعني في ثانيه كده طبخه ما بتاخدش اي حاجه خالص، وسهله جدا وبسيطه وطعمها. طبعا يعني كلنا عارفين الكشري المصري وجمال الكشري المصري. اي حد كده بيجي بيبقى بره او في مكان، يقول لك اتغدى كشري، من يعني صحي وجميل وحاجه حلوه. دلوقتي بقى الميه بتاعت المكرونه غليت اهيت، هنزل بقى بالمكرونه، وهنزل يعني هنزل بنوعين المكرونه. ودلوقتي طبعا كل حاجه جهزت معايا، العدس انسلق وجهز، ومعايا البصل اهوت، والرز دلوقتي بيتشرب، والمكرونه بتاعتنا بقى انسلقت. وزي ما قلت لكم كده، الزيت اللي انا حمرت فيه البصل هعمل بيه المكرونه، وهعمل بيه الرز، وهعمل بيه الصلصه وكل حاجه، لانه بيخلي نفس الكشري طعمه جميل. دلوقتي بقى معايا حلة تانية اهي، هحط فيها بقى معلقتين برضو من الزيت، وهنزل عليهم بمعلقة من التوم. بعد كده هنزل بقى بالصلصة، ودي الصلصة بتاعتنا. بالله عليكم يا جماعة، الوصل لحد كده ما يبخلش عليا باللايك، حطوا له لايك واشتركوا لي في القناة لو انتوا اول مرة بتتابعوني. طبعا بقى حطيت كده كمون وكزبرة وبصل وتوم باودر، وحطيت الملح وظبطت الدنيا كده، وهسيبها بقى تتسبك. هي اصلا طماطم متسبكه عندي، وكنت حطاها في الفريزر، فهتبقى ده تتسبك كده. بعد كده هزودها، يعني ما بحبش الصلصه بتاعتنا لا تكون تقيله قوي ولا تكون خفيفه قوي. وخدت بقى كمان معلقتين من الزيت، حطيتهم في الحله، ونزلت عليهم بالمكرونه المسلوقه، علشان تخلي المكرونه بتاعتنا كده مفرفره وحلوه. وكده خلاص بقى المكرونه بتاعتنا جهزت، والرز بتاعنا اتشرب اهوت، والصلصه بتاعتنا خلاص جهزت. يعني الاكله بتاعتنا كده، او وصفتنا النهارده خلصت هيئت، وما عادش فيها اي حاجه.
دلوقتي بقى هنعمل الدقة بتاعة الكشري. هننزل بقى بمعلقة من التوم، هحط عليها معلقة من الكزبرة ومعلقة من الشطة ومعلقة من الكمون، وهنزل بقى عليها بكوباية من المية، واحط عليها معلقتين من الخل وعصرة ليمونة. وديت الدقة بقى الحلوة بتاعة الكشري بتاعتنا الجميلة. طبعا مش بيبقى فيه صلصة وفيه دقة، دي بقى الدقة بتاعة الكشري. نزلت بقى زي ما قلت لكم كده بفصين من الثوم، نزلت ببصل وثوم باودر، ونزلت معلقه من الشطه ومعلقه من الكزبره ومعلقه من الكمون، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه، وهعصر ليمونه وهحط عليها معلقه من الخل اهو بالشكل ده. وكده بقت معانا جاهزة، وكده خلاص وصفتنا كلها بقى بقت جاهزة وبقت حلوة. وهنوريكم بقى النهارده الغدا بتاعنا الجميل. هنعمل بقى جنب منه شويه تحابيش كده، لزوم بقى كده ايه الحبشتكنات. طبعا الكشري هو يتاكل اكل لوحده مش محتاج اي حاجه، بس طبعا لابد بقى كده عن بطاطس محمره مخلل حته. هنعمل بقى نقطع كده خيار او قته، يعني لازم كده شويه تحابيش كده جنب الاكل. عايزه اقول لكم انا بموت في الكشري ده وبحبه، بس هو بصراحه ما يتاكلش في الحر ده. الحر ده بيبقى عايز الحاجات الخفيفه. لكن انا بقى الفيديو ده كان موجود عندي يعني، فقلت بقى انزله معاكم. كنت عاملاه كده من فتره، كانت لسه الجو حلو يعني ما كانش حرر قوي كده. دلوقتي بقى هو تحمر البطاطس، ودلوقتي بقى تشوفوا الغدا بتاعنا الجميل اهو قدامكم اهوت. ده طبعا عملت بقى الدقه، وعملت الصلصه بتاعتنا والبطاطس، ومخلل الفلفل اللي انا كنت عاملاه معاكم، فلفل مخلل وعلى خيار. و اللهم صل على النبي، الكشري بتاعنا الجميل حاجه كده تفتح النفس، جميله جدا، وغدا بسيط، ويعني باقل التكاليف هتعملي غدا وعشاء انت وتاكلي انت وعيلتك وتنبسطم. يعني هو بالتالي هو ارخص اكله في مصر، اكله جميله جدا واكله مغذيه. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، وشكرا ليكم وشكرا لاستماعكم، وشكرا طبعا لتعليقاتكم الحلوه. ولو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك واشتركوا لي في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.